اخواتي الكريمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في اخبار الزمالك. اول حاجه لازم نعملها نكسب الصلاه على النبي الاول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، فصلوا عليه. وعاوز تسخن الحلقه كده بلايك واشتراك وتفعل زي الجرس عشان يوصل الفيديو للناس كبيره. بص يا سيدي، تعال نتكلم في الشغل الشاغل قدامنا دلوقتي، وهي اخبار نادي الزمالك ومشكله المستحقات واللي بيحصل داخل مجلس الاداره. انا اتكلمت من شويه مع واحد قريب من المطبخ وفهمني بعض الحاجات اللي كانت معروفه للجميع، لكن خلينا نتكلم في الصفقات ونتكلم في اللعيبه الراحله في نهايه الفيديو. بص يا سيدي، الزمالك عنده مشكله الاول، وخلينا نقسم الفيديو ده لاكتر من حته. دلوقتي هنتكلم في مرحله المستحقات. الزمالك المستحقات الماليه ده عامله ضغط كبير على اللعيبه، عامله ضغط كبير على الاداره، عامله ضغط كبير على جون ادوارد. بص يا سيدي، مجلس اداره وعد جون ادوارد اكتر من مره بتوفير المستحقات. لازم يكون في مستحقات يا جماعه عشان اللعيبه تقدر تركز. حاضر، المره الجايه، بكره، بعد اسبوع، لحد النهارده او لحد امبارح، لحد ما انا ناشدت الناس والحمد لله الناس سمعت كلامي، واكيد كانوا هم عارفين المعلومه دي من بدري. انا طلعت واتكلمت وجيت رساله لاعضاء مجلس اداره نادي الزمالك: انت النهارده دورك ايه داخل نادي الزمالك؟ المفروض مجلس اداره نادي الزمالك كلهم مليونيرات واصحاب رؤوس مال وناس رجال اعمال. ادفع من جيبك، حل مشكله نادي الزمالك، بعد كده خد فلوسك. امبارح عن طريق الكابتن هشام نصر اعضاء من مجلس الاداره ضغطوا عليه لحد ما قدر يوفر جزء من مستحقات نادي الزمالك، وهي نص مستحقات لعيبه نادي الزمالك. اللي انا عرفته وعن طريق موقع القاهره 24 كمان اكد ده، ان مستحقات نادي الزمالك حوالي 45 مليون جنيه. فكابتن هشام نصر امبارح دفع من جيبه الشخصي 40 مليون جنيه ونصف مستحقات نادي الزمالك. تخيل نادي الزمالك اجمالي المستحقات اللي عليه عشان الزمالك يقول لك انا فقت كام؟ 50 مليون جنيه، وهو مليون دولار مش موجود داخل نادي الزمالك. وده ان دل فيدل ان موارد نادي الزمالك ضعيفه. طب موارد نادي الزمالك ضعيفه ليه؟ لان اللي كان جاي ما كانش بيشغل باله بتنميه موارد نادي الزمالك. اللي كان جاي كان بيشغل نفسه باللقطه. حلو، لحد ما في الاخر حسين لبيب ومجلسه وقرر انه يخش في ارض 6 اكتوبر ويعمل عليها شغل ويعمل عليها فرع جديد نادي الزمالك. طبعا ده مش هيعجب بعض الناس اللي حط ده على الارض والارض انسحبت بسبب مشاكل. وطلعت واتكلمت وصرخت ونبهت على اهميه وجوه نادي الزمالك لارضه او ارضه لنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده هو الشغل الشاغل توفير المستحقات. طب توفيرها جه نص من كابتن هشام نصر، طب والنص الثاني؟ كل اللي بيحصل ده ما هو عباره الا عن مسكنات. حلو، طب نحلها ازاي؟ برجوع الارض اللي هي ان شاء الله هترجع قريب. خلي بالك لو ارض نادي الزمالك رجعت، مستحقات اللعيبه هتبقى تتلعب او هتنحط في وقتها. فالمفروض الزمالك يسعى بشكل اسرع من كده لحل رجوع ارض الزمالك مره ثانيه. فبالنسبه للمستحقات خلال الايام الجايه ديت او خلال الساعات القادمه هتكون الفلوس في مستحقات اللعيبه. فهتلاقي بعض المواقع يقول لك الفلوس لسه ما اتحطتش في حسابات اللعيبه، الفلوس لسه بتتحول مش عارف لفين. كل الكلام ده صحيح، لكن الموضوع نصه اتحل، الازمه هتهدى شويه. ده كله كان المفروض يحصل واتكلمت وقلت فيه الحمد لله قبل مباراه القمه، عشان اللعيبه خلي بالك ارجع بالذاكره لورا شويه. في ماتش السوبر الافريقي اللي كسبت فيه الاهلي، فاهمني، قبل المباراه اللعيبه كلها كانت واخده فلوسها، المدرب واخد كل فلوسه. دخلوا الماتش، لو انت بتبص على التفاصيل بتاعه الماتش هتلاقي جوزيه جوميز ولاعيبه النادي حرنانه بمعنى اصح. اللعيبه بتطلع كل اللي قدامك في الملعب، ان الدماغ ما عادتش مشغوله بموضوع المستحقات، كل واحد فلوسه في حسابه فمركز في الملعب. فالحمد لله انا من اوائل الناس اللي طلعت اتكلمت عن اهميه وجود المستحقات المباراه القمه. في واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي هو هاني بيرزي، انا مش فاهمه، والله انا مش فاهمك حقيقي، وعاوز الناس بمعنى صح تزوم عليه. بقول لك زوم، هقول لك ليه؟ لان انت راجل مالتي مليونير، ولما حصلت المشكله بتاعت فرجاني ساسي والناس كلها قالت لك مجلس الاداره وهاني بيرزي هيوفروا مستحقات فرجاني ساسي عشان الراجل ما يمشيش، جماهير نادي الزمالك دخلت على السوبر ماركتات والهايبرات والاكشاك، دخلت على مولتو اللي انت مالك ليه، خلصته وزودت لك مبيعاتك فوق ما انت تتخيل. انت النهارده الزمالك في ازمه وانت راجل ملياردير، وبعد ما اللي اسمه ايه اللي كان رئيس نادي الزمالك ده، ما علينا هفتكر اسمه دلوقتي، زعلان دلوقتي وما يديش نادي الزمالك فلوس. فانت المفروض النهارده تكون الواجهه اللي نادي الزمالك يتسند عليها. ما بقولكش ادينا فلوس وما تاخدهاش تاني، حل ازمه النادي الزمالك الماليه وخد فلوسك بعد كده في بيع لعيبه، في اي حاجه.
تمام. لكن انا مش عارف افهمك انت دورك ايه داخل نادي الزمالك. يعني مثلا النهارده وخلينا نرجع لها قدام، كابتن محمود الخطيب اعلن قائمته اللي بتترشح لمده جديده في الاهلي، من ضمنها مين؟ ياسين منصور الملياردير. يعني تخيل ان نادي الزمالك في مره، او نادي الاهلي اسف، نادي الاهلي وقع في ازمه، مين اللي هيتصرف؟ ما الراجل ده لانه معاه فلوس بعد كده ياخد فلوس. انت النهارده انا مش فاهمك بتضيف ايه؟ عضو مجلس اداره مهمتك ايه؟ انا كل ما اجي اسمع حسين السيد، اسمع هشام نصر، اسمع حسين لبيب، اسمع جون ادوارد، اسمع اي حد الا هاني بيرزي. سبحان الله، مهمتك ايه داخل نادي الزمالك؟ ايه اللي انت بتضيفه؟ عفوا مفيش اي حاجه. وده ازاي عدد؟ فده المفروض يبقى عليه مليون علامه استفهام. بص يا سيدي، انا اكمل لك بقى حته محمود الخطيب. محمود الخطيب اعلن تاني، كابتن محمود الخطيب ترشحه لمجلس اداره النادي الاهلي. فطلعت ورجع لفيديوهات، انا اللي بيزعلني ان انا باجي لك المعلومه قبلها وقلت لك الراجل ده هيرجع في كلامه وهيترشح مره تانيه. ودي الا ما هي حركه حنفيه متعودين عليها من بعض الناس اللي شغاله في مناصب رؤساء انديه زي مرتضى منصور، والنهارده الخطيب عملها، وقبل كده بتاع سموحه فرج عامر عملها، وناس ياما عملتها. فانت اللي خسران في القصه دي الناس اللي بتخش في جدال وتصادم وتشتم بعض لاجل ناس مصالحها الشخصيه قبل اي حاجه. مش هتكلم في قصه الاهلي، بس اعرفك ان انا قلت الحمد لله انه هيرجع، وكان عندي معلومه ان محمود الخطيب هيرجع وهيرجع النهارده. بعدين بقى ايه في القصه دي عشان ما بحبش اتجادل مع الناس هتدخلنا في قصه. انا بدخلك في قصه ان انت ما تتعصبش وتخسر اعز الناس ليك في مقابل حاجه اسمها كره قدم. فلعبه حب النادي زي ما انت بتحبه، حب اللعيبه زي ما بتحبها، تيجي عند اشخاص ممكن تنتقد، ممكن تحب، ممكن تكره، لكن فكره ان انت تخسر ناس قريبه ليك لسبب لعبه، ده اللي انا عاوز اوصله لك، وده مش حلو. تعال بقى نتكلم في حته مهمه جدا. المكالمه اللي انا اتكلمتها مع الناس القريبه من المطبخ زي ما بيقولوا. بص يا سيدي، اتكلمت معاه عن قصه ان في بعض اللعيبه موجوده في نادي الزمالك ما بيقدرش النادي يستفيد منها، فلا بد انها تمشي. زي مين؟ زي سيف الدين الجزيري، زي ناصر المنسي، زي اي لاعب ممكن تقول انت مش مثلا مش مقتنع بيه، او ما بيلعب، او ما بيشاركش، او هو مش محطوط في القائمه اصلا، او هو مش محطوط في داخل حسابات المدير الفني، او انت عارف وانا عارف انه مش هيلعب، مثلا زي المهدي سليمان، زي محمد عواد. انت كنت في فتره من الفترات داخل وهتجيب محمد علاء حارس الجونه، ده انا بكلمه على فكره، انا بكلمته على شكل الناس ذاك اللي جاي. فانت كان في فتره من الفترات نادي الزمالك عاوز يتعاقد مع محمد علاء حارس الجونه، كان عندك صبحي ومحمد علاء ومحمد عواد والمهدي سليمان 4، فلما تطير 2 منهم على الاقل شيء، وعندك الشناوي الحارس الصغير 5 حراس، فكان فيها كبير. فكلمني ان نادي الزمالك الفتره دي مركز جدا اولا على مستحقات اللعيبه وانه يحاول يوفرها وجوه ارض نادي الزمالك، والحاجه الثانيه فعلا صفقات النادي الزمالك لازم يتعاقد معاها، او اللعيبه المرشحه لنادي الزمالك، وان الزمالك عاوز يجيب فلوس. فبنتكلم واحده واحده عن مشكله اللعيبه. اتكلمت طبعا اهميه وجود حامد حمدان في نص الملعب. فهو كلمني قال لي بص في اقتراح دلوقتي برحيل شيكو بنزا. فانا مع الناس اللي ممكن تكون زعلانه من شيكو بنزا، لكن انا قبل ما يمشي لازم عشان اعرف حته مهمه جدا، في حاجه اسمها تسويق اللعيبه. فلما اجي اسوق اللاعب ده لازم يكون بيلعب، اخد له لقطات، اخد له ماتشات، اخد له اي حاجه. فهرجع لك تلاقي حته شيكو بنزا دي قدام في التشكيل، بس خليك مفكرني بيها بس. المهم قال لي شيكو بنزا بنسبه كبيره راحل عن نادي الزمالك. اتكلمت وقلت له برضه هي مش مشكله اللعيبه اللي مأثره تاثير فني بنسبه كبيره، المشكله دايه على مشكله المدرب. قال لي ما انا فهمتك في الاول، اللي انا استشفيت منه ان مشكله الفلوس هي اللي معطله رحيل يانيك فيرا، اللي اعتقد كمان من كلامه ان هم اتخذوا القرار لرحيل يانيك فيرا. اللي معطل الدنيا وحط تحتها مليون خط هي مشكله الفلوس. اللي انا فهمته كمان منه ان المدرسه البرتغاليه هي الاقرب، المدرسه البرتغاليه هي الاقرب حاليا لنادي الزمالك. مين المدرب لسه ما عرفتش، لكن عرفتك الفتره الجايه. هحاول اعمل اتصالات الجريئه الغريبه ديت مع الناس القريبه من المطبخ واقول لك مين المدرب او مين المرشحين. لكن حته ان يانيك فيرا اتخذوا القرار، هم بنسبه 90% استقروا على رحيل يانيك فيرا. المشكله في مشكله المستحقات. طب نجمع من جيبنا يعني، نروح عندكم فلوس. انا مش عايز اتكلم في قصه لان كل واحد عارف مهمته. انا مثلا بترشح لرئاسه نادي الزمالك، فعارف احل مشاكل ازاي، هوفر فلوس المستحقات ازاي. حاول تحل مشكلتك مع ممدوح عباس ويحاول يمدك بفلوس ماديه. لازم شوف ايه اللي بيحصل. خلي بالك عشان تبقى عارف، اي عضو
او اي واحد غير اللي اكلمك عليهم دول، حسين لبيب، هشام نصر، هم اللي ليهم حق الكلام مع جون ادوارد، اللي في عقد مبرم ما بينهم، اللي ليه كلام واللي ليه تدخل في موضوع الكوره هو هشام نصر مسؤول الصالات، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك. فالكلام لما يجي هيجي من عن طريق ثلاثه، هشام نصر، حسين لبيب، جون ادوارد. اي حاجه تيجي عن طريق الثلاثه دول، تسريبات، تاكيدات، مصادرك، صدقها وانت قلبك اسفلت، لان العقد المبرم يمنع اي حد من مجلس الاداره غير الثنائي دول، حسين لبيب نائب الرئيس، حسين لبيب الرئيس، وهشام نصر نائب الرئيس، من الكلام. اي عضو ما ينفعش يتكلم الا الاثنين دول غير مع جون ادوارد. بس القرار النهائي في ايد الثلاثه دول. فانا اتكلمت زي ما قلت لك مع ناس قريبه منهم، اكدوا لي ان مشكله المتعات هي اللي موقفه كل شيء. بص بقى يا سيدي، انت عندك في قصه شيكو بنزا، عندنا ماتش الجاي قدام غزل المحله يوم 4 اكتوبر، تمام؟ انا بالنسبه لي هقول لك تشكيل انا كنت بتمناه من فتره، ان انا العب بمحمد صبحي في حراسه المرمى، باك يمين عمر جابر، باك شمال محمود بن تايج، قلبين دفاع محمد اسماعيل وحسين عبد المجيد، قدامهم اثنين عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا، على اليمين الفينه، على الشمال ادم كايد او احمد شريف، قدامهم عدي الدباغ وشيكو بنزا. طب النهارده انت عندك اصابه لعدي الدباغ، العب بعمرو ناصر وشيكو بنزا، لان انا مقتنع جدا 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 ان شيكو بنزا ده لعيب يقدر يصنع الفرق لو لعب في مركز قريب من منطقه الجزاء. هتقول ده مركز الجناح قريب من منطقه الجزاء، بس الراجل ده خطورته بتبان داخل منطقه الجزاء، انت فاهمني؟ فشيكو بنزا ده لو اتقرر انه يلعب وينج بيخش المنطقه وفي وينج بيخش ناحيته تاني مكانه، او راجل لاعب مهاجم تاني، انا حاسس ان امكانيات الراجل ده هتتفجر، على الاقل شيء شكله هيبان فتقدر تسوقه. فاتمنى بالنسبه لي تشكيل مباراه غزل المحله اللي هتلعب يوم 4 الجاي بعد يومين، صبحي، عمر جابر، محمد اسماعيل، وحسام عبد المجيد، بن تايج، عبد الله السعيد، دونجا، ادم كايد اللي انا مش مقتنع برضه في مركز الجناح بس لابد منه لا عشان اجرب شيكو بنزا، ادم كايد والفينه، شيكو بنزا وعمرو ناصر مهاجمين صريحين، ده ينزل ده يبدلوا مع بعض، لكن بالنسبه لي ده التشكيل الامثل. خلينا نشوف الفتره الجايه هيحصل ايه، وخلينا ندعم نادي الزمالك الفتره ديت. انا بقول لك اللعيبه لو كانت اثرت بصراحه في ماتش القمه غير بعض اللعيبه كانت عليها ناصر منسي وناصر ماهر، بالنسبه لي كان نادي الزمالك ومدربه هو السبب في خساره القمه. يعني نادي الزمالك بعدم توفير المستحقات، او مجلس الاداره بعدم توفير المستحقات، والمدرب بتاعنا هنيك فيرا بنسبه 99% هم اسباب الخساره. لو كانت لعيبه انا شفتها اثرت اقسم بالله كنت اطلع اكلم واصلخهم، وكنت في حلقه قبل كده قلت لك هاخدهم محتوايا، لكن خلينا نشوف الفتره الجايه هتورينا ايه. ولو عجبك كلامي واول مره تشوفني استاذنك بعد اذنك تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد. ما عجبكش كلامي حط لي في الكومنتات واشوف حلقه جديده، والسلام.